ازيكم يا حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله الفيديو ده بسيط جدا، فيديو تعليمي الى حد ما. يعني هنتكلم مثلا لو المخبوزات عندنا باظت وانا بعجن العجين نشفت او ساحت مني، هعمل ايه؟ هقدر اتصرف ازاي؟ تمام. الفيديو ده زي ما قلنا بسيط وفي نفس الوقت مهم كمان. اول حاجة هنقولها مع بعض، هنقول كمان المخبوزات يفضل لو احنا هنعمل غريبة نعملها بالسمنة البيضاء، مش بالسمنة الصفراء. تمام. وكمان ما ينفعش نعملها بالزبدة. ممكن نجيب زبدة ونسيحها، وبعد كده بعد الزبدة ما تتسيح خالص وتجمد معانا في التلاجة او بره التلاجة في الجو ده، نشتغل بيها خالص عادي، مفيش مشكلة. لو هنستعمل معانا السمنة الصفراء، هيبقى لون الغريبة معايا هيبقى لون اصفر. تمام. هنشتغل كمان المج اللي احنا بنشرب فيه الشاي العادي، اللي هو تقريبا 200 ملي. تمام تمام. ده بياخد تقريبا ربع كيلو لبن. ولو عايزين نعمل الشوب الكبير يبقى هنعير بيه السمنة، هو السكر. تمام. هي الدقيق عندنا لازم يكون منخول مرتين. تمام. لازم يكون منخول مرتين علشان طبعا نخرج الهواء من الدقيق. تمام. عندنا عجينة البسكوتات ما بتتعجنش، يا دوب بتتلم بس. اول ما بنضيف الدقيق بنلمها بس، ما بتتعجنش عشان ما تعملش معانا عرق. تمام. دي عجينة الغريبة معانا زي ما احنا شايفين، بالكاكاو بالفانيليا. تمام. هي عجينة طرية ما بتلزقش في الايد، يا دوب بس لميناها كده زي ما احنا شايفين. هنا معمولة الغريبة بالسمنة الصفراء وهنا بالسمنة البيضاء. تمام. ما نزودش في المقدار او المقادير. السكر هو اللي بيخلي معانا البيتيفور او البسكوت عموما يفرش معانا. تمام. او الغريبة كمان. السمنة لازم تكون جامدة. تمام. وكمان لو هنعمل بيتيفور او بسكوت لازم الحاجات كلها تطلع من التلاجة، البيض، الدقيق. تمام. عندنا هنا بسكوت المكنة غير بسكوت القمع او الكيس. دي هي العجينة المظبوطة والقوام المظبوط لعجينة الكيس، غير عجينة المكنة. عجينة المكنة بتبقى شوية عجينة عادية، دي عجينة بتلزق. تمام. عشان تنزل بالكيس مظبوط. وبسكوت الكيس كمان بيبقى زيادة سمنة عن بسكوت المكنة. تمام. بنضيف له تقريبا ربع كيلو زيادة كمان. طبعا البيتي عندنا مش بنحط له بيكنج باودر خالص. ده هنا معانا بسكوت المكنة، شايفين شكله جميل ازاي؟ ده بمقدار ربع كيلو سمنة زائد التمن. بالنسبة للتزيين بتاع البيتي فور ما ينفعش نحط مربى ونلزقه ونسيبه في العلبة، هيطرى مننا لان نسبة الرطوبة في الجو عالية. تمام. والعجينة بتاعت البيتي فور كمان هي نفس العجينة اللي بنعملها في المكنة، هي اللي بنعملها بالقمع، بس اللي هي بالقمع بنشتغل بيها في ساعتها. تمام. اللي هي بنشكلها بالمكنة بنحطها نص ساعة في التلاجة، بنغطيها بكيس ونحطها نص ساعة في التلاجة عشان نقدر ان احنا نشكلها بسهولة. وكمان لو لقينا العجينة بتاعت البيتي فور طرية قوي معانا، هنحط لها نص معلقة لغاية ما توصل معلقة دقيق، مش اكتر من كده، عشان المقدار ما يزيدش عن اللازم وتنشف مننا. تمام. زي ما قلنا البسكوتات ما بتتعجنش كتير، لو اتعجنت كتير هتعمل عرق معانا، يا دوب تتلم بس. البيتي فور او البسكوت او الغريبة يا دوب يتلم معانا. الانكشاير معانا بنعمله زي البلي، كور صغنونة جدا بحجم البلية. تمام. او بحجم البندقة كده، ونبعده عن بعض. تمام. زي ما احنا شايفين كده في الصورة بالظبط، عشان هيفرش حاجة بسيطة بعد استوى. ان شاء الله قريب هنزل الطريقة فيديو. ما نكبرش الانكشاير. تمام. زي ما احنا شايفين كور صغيرة خالص بحجم البلية، مقاسات زي ما احنا شايفين كله مقاس واحد تقريبا. بالنسبة للتزيين كمان
التزيين يا ريت نحط مربى قبل ما نقدمه على طول، عشان برضو المربى بتطري المخبوزات معانا. تمام، هتخلي البسكوت طري معانا. ممكن نلزقه بشوكولاته او كراميل زي ما احنا عايزين. اللانكشاير لونه ما بيلونش معانا، بيفضل زي ما هو ابيض. تمام، بيغير حاجه بسيطه. تمام، وبيفرش كمان حاجه بسيطه زي ما احنا شايفين. التزيين ده حسب مزاجك انتي. اللانكشاير معانا ولا مشقق ولا اي حاجه، بيفرق اللون اللانكشاير من لانكشاير تاني، من ابيض لاصفر، على حسب لون الزبده او السمنه اللي احنا مستعملينها. تمام. قعر اللانكشاير بيبقى اصفر ذهبي على خفيف، مش بنسوي اللانكشاير قوي ومش بنولع له الشوايه. تمام، زي ما احنا شايفين القعر عامل ازاي كده. تمام، اللون بتاعه ذهبي واصفر على خفيف زي ما احنا شايفين. تشكيل البيتي فور والمخبوزات كلها بتاعت العيد هنزلها ان شاء الله فيديو قريب. تمام، زي ما احنا شايفين كده. هنا شكل الامواس بتاعت المكنه بتاعت البيتي فور والاشكال بتاعتها. تمام، هنا عندنا الكحك، احنا بنعمله على الساخن مش على البارد، يفضل يعني عشان كمان يقعد فتره طويله محتفظ بريحته الحلوه اللي احنا عارفينها. تمام، زي ما احنا شايفين كده. وبننقشه بالمنقاش التقليدي او بالبصامه عادي، مفيش اي مشكله. عجينه الكحك عجينه حلوه قوي، وكيلو الدقيق ما بياخدش اكتر من كوبايه لبن. تمام، وما بياخدش اكتر من معلقه صغيره خميره فوريه عشان ما يغيرش شكله. تمام، وكل ما الكحكه تكون صغيره كده على قد البق كل ما تبقى شيك وحلوه يعني. نقدر كمان نحشي الملبن بالمناسبة احنا بنعمله على البوتاجاز زي العجوة بالظبط. تمام، بنهرسه بالشوكة على البوتاجاز بمعلقة سمنة صغيرة او زبدة صغيرة ونهرسه خالص، ولما يسيح معانا نسيبه يبرد شوية ونحشي بيه زي ما احنا عايزين. دي نفس طريقة العجوة، بس العجوة بنضيف لها سنة مية صغيرة، معلقتين مية كده مع العجوة بعد السمنة ما نسيحها معاه، وبعد ما تبرد خالص نحشي بيها الكحك زي ما احنا عايزين. عجينة البسكوت لو طلعت طرية معانا نعمل ايه؟ لو طلعت طرية شوية معانا نزود واحدة معلقة دقيق بمعلقة دقيق لغاية ما تلم معانا، بس ما نعجنهاش. تمام. بالنسبة عجينة الكحك كمان المفروض اللي احنا ما نعجنهاش بمية، المية هينشف عجينة الكحك، يفضل اللي احنا نعجنه باللبن. تمام، وما نكترش من اللبن عشان ما ينشفوش معانا. المخبوزات عندنا لو اتلسعت حاجة بسيطة كده من القعر او حاجة، بالمبشرة او بطرف السكينة ونكحت من تحت كده، من تحت البسكوتة من تحت، هنلاقيها نطفت معانا وما فيهاش اي حاجة ورجعت تاني زي الاول. تمام. الكحك كمان ما ينفعش نعمله بزبدة، لازم سمنة. تمام، ويفضل كمان سمنة بلدي، وممكن نعمل زبدة نسيحها. تمام، او اي سمنة كمان مفضلة عندنا، مش لازم سمنة بلدي كمان. وكمان لو المخبوزات عندك او البسكوتات كمان بتتلسع او بتتحرق بسرعة، لازم نعملها في صواني ألمونيوم مش صاجات. تمام، او مش تيفال. وكمان تخبز على الرف اللي فوق الاوسط مش الرف الاوسط. تمام، على درجة حرارة 170 كل المخبوزات ما عدا الكحك والغريبة. تمام. يا ريت الفيديو البسيط ده يكون افادكم، يا ريت تشتركوا في قناة الشطورة ماري سعد وتفعلوا علامة الجرس. اشوفكم دايما يا رب على خير، وعقبال كل فيديو واحنا طيبين مع بعض. باي باي.